اللقاء. وهذه لعبة من الجهة اليسرى، لورنسيدو يحاول فيها البرتغالي، يأتي بتمريرة، محاولة خطيرة، الله الله، ولا زالت مستمرة فرصة الهدف الأول الآن بالإمكان، التصويبة يا الله. جواو بيدرو يبدأ المهمة ويسعد القمصان الحمراء. البطايح يسجل، يتقدم البطايح على بعد 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، لكنها تسديدة حلوة أسعدت الجماهير وأفرحت المحبين. هو من بدأها، لورنسيدو بدأها، الإبعاد ما كان بالصورة الجيدة، ولاحظ أن الكرة مرة ومرتين وثلاث مرات، وكانت الخطورة تقترب أكثر فأكثر إلى أن وصلت إلى جواو بيدرو. ياهي ركنة، ياهي تصويبه، ياهي كرة أرسلها لتستقر. هذا هو جواو بيدرو البرتغالي ابن 29 عام، الرجل الذي يجد الحل. ولاحظ هبا هبا هبا، خلاص وضع الكرة في الزاوية الصعبة واتخذ القرار، وكان التسديد طبعا بدقة كبيرة لينجح البرتغالي في إسعاد المحبين. البطايح واحد، البطايح واحد، هذا ما يأتي به الخبر في الشوط الأول. سعيد شخيت الآن يحتفل، وسعيد هو بالتالي اللعيبة كلهم في قمة السعادة لأن هذا الرجل نعم جواو بيدرو. محاولة خطيرة، يا سلام، الحل يأتي، خورفكان يعود، فابيو هو من يجد الطريق ل1-1. هنا النسور تعود إلى المباراة، تسعد المحبين في المدرجات الخضراء. يعود خورفكان في اللحظة المناسبة. فابيو فابيو فابيو، هذا اللي قلت عنه، وينه فابيو؟ يقول أنا موجود، أنا حاضر. العنبري أخيرا السعادة حضرت يا أبو سعود. هنا النقلات الجميلة بعد سلسلة من اللمسات، التفاهم، التجانس ما بين الاثنين، ما بين فابيو ما بين دودو، النقلات حلوة بينهم، اللمسات جميلة. شوف شوف، ضربوا الدفاعات، ضربوا الدفاعات بهذه اللقطة. خلاص الأمور انتهت في مرمى زايد أحمد، استقرت و1-1 1-1. زايد أحمد ذهب في مكان والكرة اتجهت في مكان آخر، والاحتفال من جانب فابيو بالعودة. وين فابيو؟ فابيو موجود. وين فابيو؟ تساؤل اللي يقول وين فابيو؟ فابيو موجود، نعم، يحتفل بهذه الصورة وسعيد جدا بهدف التعادل للمحترف. كرة عالية في منطقة خطرة خطرة خطرة، الله الله. البطايح في أمسية عودة الانتصارات اللي غابت في الجولات السبع الأخيرة. البطايح يسجل، واحتفال الكل، حتى الطفل الصغيرة تحتفل. ياهي أفراح أناتول الكاميروني، الاستلام رهيب والنهاية أجمل، الاستلام رهيب والنهاية أجمل. والسعادة هني، السعادة الكبيرة من الأسرة اللي قاعدين يشوفون المباراة يتابعونها. لكن شوف الاستلام بهذه الوضعية، الله على الاستلام والله على النهاية. كلام كبير، كلام كبير 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 يا ناتول. خلصها بصورة جميلة، يعيد السعادة للقمصان الحمراء. رهيب في استلامك ورهيب في نهاياتك للكرة الجميلة اللي وصلت. مدافع خورفكان فقد اتزانه، لا زال روسك سقط في هذا المكان، وأتاح المجال والمساحة للهداف الكاميروني الذي وصل إلى الشباك. ولاحظ الله الله الله، السعادة عند الأسرة، عند الطفلة، عند الوالدة، عند الجميع من جانب أناتول. سعداء جدا بهذا التقدم، وهنا كذلك التشجيع والمؤازرة والفرحة من أتت للبطايح في الانتقالات الشتوية. خطيرة، الله. النسور مرعبة في دورينا، النسور مرعبة في دورينا. يعودون للمباراة، التعادل 2-2. رأسية المهاجم المرعب فابيو، الحل فابيو بقدمه سجل الأول،
وبرأسه سجل الثاني، وبالتالي فابيو يعيد الأمور لخورفكان في اللحظات الأخيرة. هذا فابيو وهذه حكاياته الجميلة من الضربة الركنية. ثبت الكل، ثبت الجميع، حتى حارس المرمى زايد. خلاص انتهت الحكاية، انتهى الكلام، الكل يتفرج على فابيو وضربته الرأسية في مقتل في زاوية صعبة جدا وضعها، وبالتالي يصعب على الجميع اصطيادها. عاد الأخضر، عاد الأخضر وعادل النتيجة، وبالتالي ذهبت الأمور عند 2-2 في وقت ردة الفعل من جانب سعيد الشخير. زعلان لأن المباراة